مزيكا. طيب عشان نقدر نفهم العظمه اللي حصلت في البرنامج ده كان لازم الاول نعرف مين هو تميم يونس. تميم يونس تخرج من كليه الفنون الجميله واشتغل بتقديم نجم الكوميدي على اليوتيوب الصيني، كمان واحد مخرج برامج العاب الشهيره اكشلي ده تعريفه لنفسه على اليوتيوب يعني. بس تعالى نتكلم جد، تميم يونس مش مجرد مقدم برامج او يوتيوبر، ده مخرج عاد تقيل جدا ومغني وانتي اي كلام وكرييتيف. راجل حرفيا ابتدع مدارس في عالم الاعلانات يعني، ده بيتقال يا استاذ. فانا كنت فاكر بقى ان الناس الكبيره بقى اللي هو كان ساعتها تميم بقى وحمادي كان بالنسبه لنا الكبار، فاهم انت؟ فالبرنامج ده عباره كده عن روح تميم، يعني روح تميم طلعت كده تمشي كده وسطينا، تتماشى بقى براحتها، تعمل اللي هي عايزاه. شفت بتتكلم زيه. الاكشن والستانت اللي شفنا تمكنه منه جدا في كليب تاني. عندك كمان حضور الذكاء الاصطناعي في المقلب لما تميم يونس قرر ان هو يستبدل اي ويعمل اغنيه بصوته. خدتي حتة مني قلنا ما تغلاش. دس السم في الاعلانات، ودي بقى بصراحه شغلانته يعني. هو يعرف ازاي يطلع بفكره اعلان من ولا حاجه في المكان المناسب في الوقت المناسب. عندك مثلا الكرومه الخضراء، يعني دي اكل عيشه كمخرج اعلانات يا جدعان، واستخدمها هنا كاداه للرعب اللي بيطلع منه الكوميديا الصراحه، من لحظه خناق الخضر دول لحد ما البولت بيفك، وغيرها تفاصيل كتير جدا حطها في المقلب وكلها جايه من روح تميم، زي مثلا سقفه الفرفشه. فرفشه فرفشه. النهارده سؤال الحلقه كان من نصيب محمد كي زكريا. اكل الموز وهو بيتكلم. وعايز المردات تبقى يعني عشوائيه. فبما ان بوجي طنطا اصلا عرايس فروحنا ناكل ناس جميل في العرايس. فتميم هنا يعتبر جمع كل ادواته اللي بتميزه والطريقه اللي بيحب يكرر بيها الافيهات، وعمل لنا بيها مقلب مش بس يعجب الناس اللي عارفه طريقته، ولكنه يعجب كل جمهور التلفزيون. ايوه يا معلم. وده ينقلنا للنقطه الجايه والاهم. يلا يا جماعه مزيكا. الشيء فعلا بقى اللي بيخلي البرنامج ده يعيش، لا يعني تعيش والاعمار بيد الله يعني، او اننا نفضل نشوفه طول رمضان من غير ما نزهق، انه مش سكريبت محفوظ بيتنفذ كل يوم زي ما هو، ولكنك هتشوف ان في مساحه كبيره للارتجال تكاد تصل ل 50%. في حاجه يا حبيبي، انت عايز تقول صح؟ انت عارفه هو قاعد بيعمل ايه؟ طالع في الشوت وبيقول وراكي. احلف. يلا قول الجمله. خدي هنا يا بت. خش شاكي هنا اي بس. على سايت. يلا. AI checking. عسل. AI approved. Good. ايه ده؟ سرعه بديهه من كل افراد المكان، تحس ان تميم بيلعب مع الضيف كده بينج بونج. عندك مثلا في حلقه محمد انور لما لقى ان هو ما تفاعلش معاه من اول اعلان، دخل عليه الاعلان التاني والتالت يكشي يحس ان في حاجه غلط. عندك مثلا في حلقه احمد رمزي لما لقاش منه رد فعل قوي، فقرر ان هو يكرر جزئيه فصل الكهرباء في الاخر، اللي انا شخصيا اتضحك عليا فيها، وكنت بحسب ان الكهرباء بتعيد المشهد بالغلط. يلا بينا انا طماع. هو ثانيه، هو ده شافوه ده. سرعه البديهه اللي عند تميم في الردود والسف، زي مثلا الجزء ده. فاهم؟ طيب بس لا، بس لا، بس لا. بس ما بنعملش كده خالص. ما بنعملش كده خالص، والفورم بتاعك غلط. لازم تقف كده وتديها له كده. ضربتها له غلط. وكمان الجزء ده. لا حساك كده اجريسيف كده، انا ما بحبش أنا كده. aggressive؟ والله. ازاي بس؟ هو انا خلعت كتف واحد؟ دي مش مجرد افيهات يا جماعه، تميم نفسه حكى قبل كده ان هو طور في نفسه الجزئيه دي من صغره كديفنس ميكانيزم ضد التنمر اللي كان بيتعرض له. انا وانا صغير كنت بوليد جدا في حته ان الواد ده عامل كده ليه، فاهم؟ هو ليه قصير قوي، ليه حجمه صغير قوي، ليه اسمه تميم؟ الديفنس ميكانيزم بتاعي كان بسبب ان انا ذكي، بقيت اسرع واحد يقدر يهينك ويدمرك نفسيا من قبل ما انت تحاول تعمل اي حاجه. تعالى نعملها كاميرتين. تعالى نعمل ده. يا دي النيله. الاستوديو التاني. مش ده برنامج عالم الارجازه؟ الانجاز الحقيقي السنه دي ما كانش في المقلب ولا في النجوم، الحاجات دي بنزهق منها عادي. الانجاز الحقيقي في خلق عالم متكامل جوه الاستوديو، يحسسك انك بتتفرج على مسرح ارتجالي، وكأن تميم يونس ماسك الكرة في نص الملعب وبيسلم ويستلم مع كل الكرو. شادي وصفي عضو فرقه ديسكو مصر اللي جاي من عالم مختلف تماما، بيمثل دور مساعد المخرج، والصراحه كان ان جدا جوه الشخصيه. This is grandiose residence يا عم احنا مالنا ومال الانجليزي احنا. بس كان نفسي يتكلم اكتر او يشاركنا يعني. مصطفى عصران الممثل الواعد صاحب الشكل المميز والنظره المربكه السهتانه اللي تحسسك ان الشخص ده مش معانا هنا، رغم ذلك ذهنه حاضر لاي جزئيه يقدر يرمي منها افيه. اكشن. انت يا بنت يا مصيب. انا ايه اللي طلعك على السطح بالاسترتش عند الشباب فوق؟ انا عارفه لو شفتك فوق تاني هعمل فيكي ايه؟ هجيبك من شعرك انتفولك. انا سايكو، وده الصراحه حاله خاصه جدا، قدر يعمل شخصيه الفان المهووس اللي واقف في ظهر الممثل بكل شطاره، ويستغل كل فرصه للارتجال او انه يضايق الضيف من كتر ما هو بيحبه. انت مالك انت يا ابو حميد
لسه برضه مش عايز لسه مش عايز تكلمني وزعلان مني. بنظره الشجن التحفه اللي عنده او طريقه جريه الكوميديه. لجسم الانسان في حد بيجس. انت ايه يا حبيبي انت واكل. لا ده كده الهوا غازات، ده في كرومب كده. يا سيكا يا عم، ما انا شايف جريتك برضو مش مظبوطه، مش عاجبني. والحاج شريف والبلوزر العجيب بتاعه ده، بس اهم حاجه ما تبصش في عينيه. مهندس الاي اي. اي نوت جود. ليه؟ سقطه تعبير وجه، سقطه منصه. طيب ماشي تمام. سوى صوت. سقطه تعبير وجه ومنصه. انت اللي ساقط، انا مش هغير ادائي، غير انت البرنامج، احنا طبيعيين انت فيك. انت اللي فيك. ما اقدرش برضه انسى بودي الحاج شريف. ربنا يخليه له. اسمه ياسين الحاج شريف. والحاجه مدم خفيف. انت رايحه تعملي ايه؟ انت مالك؟ والبت مدم تقيل. حاسه ان انا متكتفه. باين عليكي. والبنوته التانيه بتاعت لا ما هو ده مش اعلان لحاجه. مفيش، ما تقوليش مفيش. كل الصراحه في حتته وسكته كان بيأدي على اكمل وجه، واخد مساحه يقدر فعلا ان هو يضيف من غير ما يضر السياق العام بتاع البرنامج. طب انا هفضل استفزك واوريك في اعلان، مره بمنتج مره ببانر، لحد ما انت تتعصب وتزعل. انت زعلت صح؟ طب لا، انا عايز اصالحك. حاجه بسيطه كده يعني. ايه ده؟ حاجه بسيطه عشان المسلسل. مبروك يا عوضي. الله يبارك فيك. محمد ماما اللي عاملاها. شمس الحضاره عن شمس التاريخ يا جدعان. في تفاصيل صغيره برضه خلت البرنامج ده صراحه في حته تانية. عندك مثلا برطمه المهندس الهندي ده المتمكن منها جدا، ومحدش يقدر يفهم اذا كان بيشكر ولا بيشتم. उसको भी अक्ल नहीं कैसा यूट्यूबर है यार, मतलब सामने से जा रहा है. بيتكلم عليا. بيتكلم. I'm your boss. Talk to me. Don't talk to I am anyone. the boss for this. Okay, sure. You talk to it. इसको मेरे اللبانه. تسويه الفرفشه. فرفشه. هو ده يا رحمه. اقول لك على حاجه، يلا هو ده يا رحمه. هنبقى مختلين. يلا انا اصلا مختل. فلسفه المسقعه. عارفه المسقعه؟ ريت بالظبط كده. نبل ازاي الشوط. يعني في حاجه اسمها كده؟ على فكره يا استاذ تميم، انا هعمل مسقعه واجيب لك ادوقك. ماشي. كتير ده يا جماعه ولا ايه؟ يا جماعه اللي فاهم فيكم واللي بيحصل ده يحكي، يقول لي، يشرح لي. عندك كمان فقره الديجافو، كان بيدخل ممثل في حاله ماتريكس حقيقيه ويعيد المشهد مره واثنين وثلاثه وكانه ديجافو او كابوس حقيقي. الله. ايه اللي بيحصل؟ يا عم هو ده كل شويه تتعور. او انه مثلا يقرر يفضل الاستوديو تماما ويسيب الضيف مربوط. يا نهار ابيض. يلا. او الرقاصه الاستعراضيه الخضراء. ضحى بنفسه عشان يضحكنا. ايه اللمه دي؟ مجهود جبار في انهم يطلعوا فكره جديده كل حلقه عشان نقدر نوصل لمدخل كل فنان وايه الحاجه فعلا اللي هتضايقه، عشان يطلعوا لنا احلى نص ساعه على الفطار كل يوم. وطبعا ما اقدرش انسى خالص الموسيقى التصويريه والتوزيع الجديد من ساري هاني لتيمه البرنامج. هجيب رجلين فنانين تمام، لا تيجي كده من تلبسك اعلان يا ابو منصه سقطه والف لقطه وخلعت كتف الواد ده ضياستك براحتك كده فضاء. والنهايه فلاش باك الكاميرا الخفيه القديمه تاجلنا الجميل اللي اتربينا عليها. هسيب لكم فيديو جميل كده فوق بيتكلم عليها ولا تتابعوه. في النهايه اجمل حاجه في البرنامج ده واللي كلنا اتفقنا عليها انه ما فيهوش اهانه، ما فيهوش مرمطه، ما فيهوش تنمر على الضيف. الموضوع كله فكره ولعب جماعي لذيذ ومجهود رهيب طلع في الافكار في وقت فعلا احنا محتاجين فيه البهجه من غير مرمطه او سخافه على الضيف. فمن عندي شابوه لكل صناع العمل. الحقيقه في كلام كتير جدا يتقال عن ولا يا بولت. بس قبل ما اقفل عندي سؤال ليكوا كده وللجمهور كلهم. لو فعلا الممثلين دول مش عارفين ان ده مقلب زي ما هو واضح بالنسبه لنا، يعني هل ده هيأثر على علاقه تميم بالنجوم؟ خصوصا يعني ان يكون مخرج اعلانات وبيحتاج دايما النجوم يطلعوا معاه وكده، فيعني الثقه ممكن تنعدم بعد كده. فاحب اعرف رايكم في الكومنتات. سلام.